سؤال محرج. طبيعي بتاع كل الناس، يعني 28 ساعة في اليوم. عمري ما هقول لك الباسورد بتاعتي، السؤال ده جديد. الشورت دايما لازم يبقى واسع ومريح، ما بحبش البس شورتات خالص. انا ممكن انط من فوق شلال زي حمد السقا عشان اثبت لحد ان انا بحبه. انا ممكن اعمل كده. اكتر حاجه دلوقتي في اللحظه اللي انا فيها دي مضايقاني، ان انت بتسال السؤال اكتر من مره وانا كل مره بتوه وانت ترجع تساله تاني. طيب انا هديك باسورد الاكونت بتاعك بس على شرط تديني الباسورد انت كمان بتاعك. سكارلت جوهانسون. انا اول مره اسمع الاسم ده. مين سكارلت جوهانسون؟ حد يعرف حد اسمه سكارلت جوهانسون؟ لا، هو ايس كريم زبادي توت ده اساسي طبعا عشان الدايت، وبعدين بعد ما بخلصه بقى بفطر الفطار فول وطعميه وبقسماط. اكتر حاجه مجنونه عملتها ان انا قررت ان انا ابقى ممثله. ده كان اكتر قرار مجنون في حياتي. الحاجه الحلوه الحبايه اللي بتطلع لي هنا كده كل شويه بحبها. عندي حاجب غير التاني ودايما بحاول ان انا اخليهم يبقوا شبه بعض بس ما بعرفش. عندي حاجات وحشه بس مش في شكلي، وفي شكلي برضو في حاجات يعني يلا الحمد لله. دراما. اكتر لحظه حسيت فيها في الضعف وانا باصه لنفسي في المرايه. في لحظات كتير على فكره الواحد بيحس فيها بالضعف وهو قدام المرايه، عشان المرايه يعني انت شايف نفسك طول الوقت مش شايف حد تاني. انا مثلا بتنرفز ساعات على نفسي في المرايه بس عمري ما كسرت المرايه. ينفع اكسر المرايه؟ لما ببص لنفسي في المرايه عشان ببقى لوحدي. ما بيبقاش في حد تاني جنبي في المرايه فببقى شايفه نفسي بس. كتير كل ده تجميل مش باين، الصرف مش باين يا جماعه، تجميل مقطع بعضه معايا. ساعات تجاعيد تخليني اتضايق وساعات بشوفها حلو. هو غالبا بتبقى ليها علاقه بشخصيه البني ادم. ساعات بيبقى في ناس تجاعيد عليهم حلوه وساعات الوحشين بتبقى التجاعيد بتاعتهم وحشه. شعري القصير اللي عمري ما هطوله عشان ما بحبش الشعر الطويل. المكياج ما بحسش ان هو المكياج ليه علاقه قوي بالشخصيه، بس انا بحب احط مكياج. يعني ما عنديش فكره ايه شخصيات المكياج. لا يعني هو اللي السؤال المربك ده اكيد مش طول الوقت بلحق ان انا احط حاجات في وشي. ساعات كتير بنزل من غير مكياج. احب ابص لك. مفيش دور معين خلاني احس ان انا بقيت بعده مشهور. هو كل دور عملته كان بيزود حته صغيره، كان بيخلي الموضوع يبقى اكبر شويه. مفيش حاجه معينه، بسبب ان انا بقيت الى حد ما معروفه شويه فبقيت اخلي بالي شويه من الكلام اللي انا بقوله. شكلها كده بحب اقف قدام الكاميرا. جربت مره واحده بس مساعد اخراج. هادي باجوري كان المخرج وكنت وقتها بعمل مسلسل عرض خاص، وكانت اول حاجه عملتها في حياتي. استاذ هادي باجوري قرر ان هو يشغلني انا في الاخراج في الايام اللي ما عنديش فيها تصوير في المسلسل، علشان احس ببقيه الناس قد ايه الناس اللي بتشتغل ورا الكاميرا بتتعب. في ناس بتقعد تشتغل طول الوقت ما بترتاحش. فعلا هو كان يوم واحد وظهري وجعني ورجلي اتكسرت، ما عملتهاش تاني. شغلانه صعبه. انت بتتكلم على الشهره طول الوقت. بمضي اوتوجراف. لا وده برضو راجع لايه في الشورت. سكارلت جوهانسون. سكارلت جوهانسون. انا اول مره اسمع الاسم ده. مين سكارلت جوهانسون؟ مين من النجوم بيعجبوا بيا؟ يا رب يكونوا كلهم بيحبوني. مش عارف. السؤال ده بقى راضي عن نفسك. لو قلت راضيه انت عارف، ولو قلت مش راضيه 50%. خلينا يعني عقلانيين. 50% كفايه. 3 2 and action and